علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن أعلى نقطة في جهة الدار البيضاء ستة كانت من نصيب التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، التي حصلت على معدل 19.28 19.14 في الامتحان الوطني وفي المعدل العام شعبة الفيزياء. وأوضح المصدر ذاته أن التلاميذة المذكورة تحتل الوصافة بالمغرب في التعليم العمومي بعد أيمان طويل، التي حصلت على معدل 19.31 في الامتحان الوطني. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد الناجحين المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2017 بلغ 156,042 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 5.28% قابل 49.15% في الدورة نفسها لعام 2016، وبزيادة بلغت 1.13 نقطة مئوية.